بص على طبق كراميل وشوكولاته. حاجه محترمه طبعا. لا مظبوطه مظبوطه. الفرع ده من اولى الفروع اللي انشات الحلويات معانا على طريق جمصة المنصورة، ويعتبر هو فرع رئيسي ومعروف بجودة الطعم بتاعه ونقاء الخامات وحاجة ما شاء الله فوق الوصف. وهو يعتبر فرع واحد وبقى فيه محلات كتيرة مقلداه، يعني في اكتر من 13 فرع تاني مقلد الفرع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا حلويات محمد الزيني. المكان يعتبر من احسن الاماكن اللي موجوده في دمياط. ده معانا الاستاذ كريم، هو الشيف من ضمن الشيفات اللي مسؤول عن طاقم العمل اللي معانا اللي موجود. وعايزينك يا كريم تعرفنا كده ايه الحلويات اللي موجوده عندك كده، اصنافها وانواعها وتكوينها ايه. تمام. وابدا معانا واحده واحده كده واحنا ماشيين. ده ايه ده؟ دي حاجه اسمها شكلامه مارينج، دي عباره عن جوز هند. تمام. دي عباره عن جوز هند وكريز. في زي حاجه زيها كده برضو جوز هند، دي شكلامه عاديه. يعني دي اعلى من دي شويه في السعر. تمام. واعلى منها في الخامات برضو. حلو. بالنسبه للبسبوسه والهريسه انا شايف كام صنف معاك؟ في عندي اول حاجه دي حاجه اسمها بسيمه، دي برضو عباره عن جوز هند. وفي عندي البسبوسه في 3 اصناف. في عندي الاصناف البسبوسه كتير. تمام. في عندي ساده وجوز هند وبندق، في بالقشطه، في باللوز. طب بالنسبه للاطعمه اللي انتم بتدخلوها في الشغل، تمام. كله طبيعي بيور؟ كل حاجه سمنه بلدي، كل حاجه سمنه بلدي موجوده عندنا. كله سمنه بلدي. واحنا برضو بنشتري ببعض الاصناف. في عندنا حاجه اسمها تيموره، مزيج من البسبوسه والهريسه، هوريها لحضرتك. اتفضل يا استاذ نوال. في دي بغشه بالكريمه برضو. ايوه دي بغشه بالكريمه. دي جلاش بالكريمه. التصنيع عندكم هنا والشغل كامل عندكم كله هنا؟ عندنا موجود. اليوم بيوم والشغل كله يوم طازه. زي الفل. في حاجه اسمها كنافه كريمه برضو. ايوه. دي كنافه كريمه. حلو. دي احنا بنشتري بالكنافه الكريمه دي جدا. اي حد زبون محل بيخش عندنا يخش يقول لك انا عايز كنافه كريمه، اول صنف بطلبه. يعني ده من ضمن الاصناف الجميله اللي انتم مشهورين بيها. بالظبط كده. في عندي برضو كنافه قشطه. دي طبقه كنافه مكبوسه تحت دخلت الفرن، وطبقه قشطه في النص، واللي على الوش دي كنافه متحمصه زي الفل وعليها جوز هند. دي كنافه قشطه. تمام. وفي عندي حاجه اسمها لينزا برضو. لينزا. ايوه. اللينزا دي عباره عن ايه بقى؟ اللينزا دي عباره عن طبقه بسكوت محشيه كريمه، وبتضاف عليها كريز زي تزيين كده. بسكوت بالكريمه. تمام. جميل. في عندي حاجه اسمها مدلعه برضو. المدلعه دي طبعا مشهوره بطنطا. خد الشهره بس دي حاجه طبعا احنا مميزين بيها. دي بتبقى طبقه كنافه، في النص طبقه قشطه على طبقه بسبوسه. تمام. والوش كراميل وشوكولاته، صوص شوكولاته. تمام. الوش ده كراميل. ممكن تدوقنا حته مدلعه بعد على اذنك؟ دماغي. اتفضل يا فندم. نشوف. اتفضل يا استاذنا. مكونات ايه؟ دي طبقه كنافه في النص قشطه، والوش بسبوسه، وعلى طبقه كراميل وشوكولاته. حاجه محترمه طبعا. لا مظبوطه. التيموره دي عباره عن ايه بقى؟ دي مزيج من البسبوسه والهريسه. عملنا احنا ميكس من عندنا كده، بس دي حاجه محترمه. والهريسه. اتفضل دوها كده. تمام. طب ده ايه اللي بيخليها مختلفه عن البسبوسه والهريسه؟ طبقه السميد بتاعتها. ما هي السميد ده بيبقى خامات. ايوه. خامه السميد بتاعت التيموره ده بيبقى حاجه عاليه. طب ونوع الشربات بالظبط. لا نوع الشربات واحد. نوع الشربات واحد. وطبعا ميكس المكسر. في عندي حاجه اسمها هريسه برضو. هريسه محشيه بندق. الهريسه. الهريسه دي انواع. دي برضه بالظبط كده. بس دي هي على فكره انت شفتها في اول الفيديو، بس كانت الحشو بتاعها على الوش بس. ايوه. دي محشيه من النص بندق. محشيه من النص. دي هريسه بندق حجازيه. ده شغل جديد برضه. بالظبط كده. النوع الاخير ده اسمه ايه؟ دي هريسه باللوز. دي هريسه ناشفه باللوز. طبعا احنا عندنا المشبك، اي محل هتدخله في حياتك هيقول لك عندي نوع كذا ونوع كذا. احنا عندنا 5 انواع مشبك. اول حاجه في عندي مشبك، في مشبك بالعسل. تمام. مشبك بالعسل. في عندي كيلو ب50، وفي عندي كيلو ب55، وفي عندي كيلو ب60 جنيه باللبن. ما شاء الله. اللي هم الثلاث انواع دول. الثلاث انواع دول جديد موضوع المشبك باللبن. بالظبط. المشبك اللي هو الغامق ده. ايوه. ده مشبك باللبن. تمام. واللي هو ده بالعسل ده ب55 وده ب60. حلو. في عندي برضو عسل نحل، مشبك بعسل النحل القرص الصغير ده، هوريه لحضرتك.
هو المشبك ده من عشاق ناس كتير، بالظبط اجيال كده. كامله اتربت بالظبط على كده. موضوع المشبك. وبعدين بالذات دمياط يعني حلويات دمياط مش معروفه شبك يبقى بالحلويات دمياط. كمان. ما شاء الله على تمام. بالي. لا احنا شايفين النظافه وشايفين الجو ربنا يخلي الجميل حضرتك. وشايفين الشغل العالي، ربنا يخلي حضرتك. وربنا يكرمكم كده ويحسن بين ايديكم. تمام. والطعم مش هنقول لكم وبرضه يا في جماعة. في ملحوظه بسيطه برضه عايزين نضيفها للعميل بتاعنا. اتفضل. احنا اولا تاني محل على طول على طريق جمصة المنصوره. تاني محل على طريق جمصة بالظبط كده. المنصورة. في فروع قدام كتير كاتبه الزيني واللي كاتب شريف الزيني ايوه، ومحمد ايه الفكره في كده ان احنا بنشوف اسم الزيني ده مشهور كتير قوي قوي قوي. بالظبط. احنا اولا محل حلويات محمد الزيني يعتبر من اول الناس اللي موجوده على الطريق. حلو. وثانيا مسجلين علامه تجاريه، علامه مسجله تجاريه دي باسم الزيني في مجال الحلويات على مستوى الجمهوريه. الزيني. بالظبط كده. فكل المحلات اللي قدام دي مقلده، واحنا عامه رافعين عليهم قواضي وكده، فمستنيين احكام جنائيه. بس محمد الزيني هو الاساس في البلد. بالظبط كده. بالظبط كده. تمام تمام تمام. دي معلومه جديده برضه احنا عرفناها بنضيف للعميل بتاعنا برضه عشان ما يتلخبطش، لان في بعض الناس بتاخد بضاعه من قدام وبتيجي تقول لي انا خدت بضاعه وحشه من عندك. حلو قوي. البضاعه ممكن ما تكونش من عندي، وبرضه بيجي يشتكي عندنا. فاحنا بناكد للناس ان احنا ملناش اي فروع على الطريق غير الفرع ده. تنصح الزبون اللي يجي ياخد الحلويات او بتاع بعد رحله المصيف ياخد تمام. نوع معين؟ ايوه، عامه مجال الحلويات كتير وفي اصناف كتير، او كل واحد بس هو وذوقه. بالظبط. فهو اغلب الزبون اللي بيجي بيقول لي عايز مشكل من جميع الاصناف اللي عندك. مشاكل. بالظبط كده. تمام. كل زبون بيجي يعني في زبون يقول لك هات لي بسبوسه او هريسه، لا في زبون بيجي بقى عايز ياكل حلويات كتير بياخد اصناف كتير. حلو قوي. فكل المشكل ده بيبقى موجود فيه بسبوسه وموجود فيه هريسه وتيموره وكنافه وبسيمه وجلاش وشكلمه، في كل من جميع الاصناف اللي عندي. والتيموره نوصيكم يا جماعه بالتيموره. التيموره دي اهم من حاجه. عند محمد بالظبط الزيني، كده. الطبق بالظبط كده. المفضل عنده. لكم افرع تانية غير الفرع ده ولا هو ده الفرع الرئيسي؟ هو عامة احنا ملناش غير الفرع ده على طريق جمصة المنصورة. تمام. في افرع تانية بس موجود في محافظة دمياط تبع قرية اسمها ريكابية. هو ده اللي في ده طريق فرع بس المصيفين يا جماعة. بالظبط. بس أي حد الفرع جاي من الرئيسي المصيف بتاعنا هيلاقي هو الفرع ده. الرئيسي، وهو ده المكان الجميل المحترم اللي تقدروا ان انتوا تاخدوا منه الحلويات بكل ثقه وبكل ضمان وعن خبره شيف، وانا مجرب وكل سنه وانتم طيبين.